ازيكم يا جماعه، انا بيير والنهارده هنتكلم عن مسلسل عمر افندي. المسلسل بطولة احمد حاتم، آية سماحه، مصطفى ابو سريع، ورانيا يوسف. كتابه مصطفى حمدي واخراج عبد الرحمن ابو غزاله. انا كنت في عزا ابويا، وبعدين دخلت قعدت اقلب في حاجته ولقيت صور قديمه كان هو فيها، معرفش ازاي. المسلسل بيتكلم عن علي اللي شغال مع مراته ومع حماه في العقارات، وعايش معاهم كانه مسجون، وبسبب الجوازه دي قطع ابوه لحد ما ابوه بيموت. وبيروح البيت بتاع ابوه، هناك بيلاقي سرداب، السرداب ده بيرجعه للاربعينات. وهنا بتبدا احداث المسلسل بتاعه. المسلسل بينتمي لنوعية البيريود بيس، اللي هي مسلسل أحداثه في تاريخ قديم. ودي مش حاجة جديدة علينا، احنا عندنا أفلام ومسلسلات كتير عملوا الموضوع ده. لكن الجديد علينا إن هو فيه سفر بالزمن، وجديد بالذات كمان في المسلسلات. يمكن في الأول حسيت إن المسلسل بتاعنا شبه مسلسل 11/22/63، وده ترشيح المسلسل حلو أهو من موسم واحد. لكن المشترك ما بينهم إن هو بس بيرجع في الزمن عن طريق سرداب. لكن غير كده قصة المسلسل بتاعنا هي قصة أصلية. ونيجي بقى لقصة المسلسل. قصة المسلسل لو حد حكاها لي كقصة كده عامة هتعجبني، ولو حكى لي حلقة بحلقة برضه هتعجبني. بس كانت في مشكلة في الوصلة بين القصة اللي هتتحكي أو هتتكتب في صفحة، والقصة اللي اتكتبت تقريبا في 500 صفحة. في حاجة ناقصة في النص. مشاهد بقى ملهاش لازمة، مشاهد طويلة، مشاهد أقصر من اللازم، على حوار نفسه ضعيف، وبناء درامي سيء جدا للحظات المفروض إن هي يبقى ليها تأثير كبير قوي على اللي بيتفرج. المسلسل أحداثه بتدور تقريبا في زمنين، الحاضر والماضي في الأربعينات. لكن لما اتفرجت على المسلسل حسيت إن أنا بتفرج على مسلسلين غير بعض. جودة الحوار مختلفة، جودة الإخراج مختلفة، الاهتمام بالجرافيكس مختلف، حتى التمثيل نفسه مختلف. واللي كسب في الموضوع ده بصراحة جزء الماضي، لأن الاهتمام بالتفاصيل والتمثيل كان أحسن بكتير قوي من الجزء اللي بيدور في الحوار. احنا هنا في سنه كام؟ احنا سنة 43. في حاجة يا فندي؟ دلوقتي لما بنتفرج على أفلام زمان بنقول قد إيه إن الأفلام دي كانت عظيمة وتحفة، لكن التمثيل فيها مش أحسن حاجة، وأوقات بنقول إن التمثيل فيها كان أوفر. لكن هل ده مبرر إن إحنا لما نعمل مسلسل بتدور أحداثه في الزمن ده يبقى التمثيل نفسه أوفر وأوقات لدرجة الهزار؟ إحنا عملنا مسلسلات قبل كده بتدور في الزمن ده برضه، زي جراند أوتيل وليالي أوجيني وأفراح القبة، وما كانش درجة التمثيل بالأفوارة دي فيهم. أنا طول المسلسل معجب بتصميم الشخصيات الذكي والجديد. شخصية دياستي اللي عملها مصطفى أبو سريع، الشخصية دي من أول لحظة كانت جذابة جدا وأداؤه كان مسلي. لكن مش دايما النص كان بيساعده، بس هو عشان ممثل شاطر قدر يغطي على عيوب حواراته الشخصيه. بس مثلا على الناحيه التانيه كان عندنا شخصيه زي شخصيه شلهوب، شخصيه يهودي نمطي جدا من ايام رأفت الهجان اللي هي حبيبي ومش عارف ايه والكلام ده كله. شخصيه كان تصميمه وحش جدا. محمد رضوان ما كانش قدامه فرصه ان هو يقدر ينقذ الشخصيه اصلا. انا يهودي يا ولد. انا بقول نقرا الفاتحة. انا بالنسبه لي اوكي اقرا الفاتحه، انت ايه؟ اي بسم الله الرحمن شخصيه زينات بقى يمكن هي اللي حظها كان احسن حاجه طول المسلسل. هي دي الشخصيه اللي متصممه بطريقه حلوه، وفي نفس الوقت النص بيساعدها ان يبقى دمها خفيف، تبقى حضورها خفيف على القلب اصلا. وبيتهيألي ان ايه سماحه قدام هيبقى ليها بطولات كمان، ودي حاجه حلوه بصراحه هي تستاهل. نيجي بقى شخصيه اباظه. شخصيه اباظه انا كانت عجباني، مش قوي بس يعني كانت كويسه ومقبوله. بس الكلام ده لحد بقى ما الممثل طلع يقول الناس اللي بتنتقدني دي حمله ممنهجه ضدي. مبدئيا كده مفيش ممثل موجود في مصر دلوقتي يستاهل ان هو يهوي كده على واحد زي عادل امام او احمد زكي. الناس دول كانوا بيسالوا الجمهور كل شويه بعد ما يعمل فيلم او يعمل مسلسل عشان يشوف راي الجمهور ايه. هل انا عملت حاجه تليق بيهم؟ هل انا عملت حاجه تليق بيا؟ هل انا عملت حاجه متوافقه مع مبادئي، اللي هي طبعا كلمه غريبه على ممثلين كتير. فيعني بالنسبه للشخص اللي بيقول ان في حمله ممنهجه عليه عشان يقوموا عليه يعني، وان الناس ديت بتعمل ايه، ده احنا اللي بندفع ضرايب. انا مش فاهم ايه علاقه طبعا الضرايب بالتمثيل وبالنقد يعني. بس المفروض يعني يا عم الممثل انت بتروح تمثل وتروح وتشوف انت هتعمل ايه الدور الجاي. ويعني يا ريت تخف زعيق في ادوارك كلها، لان هو من ساعه ما ظهر هو اصلا بيزعق. هو المسلسل المشاهد بتاعته ليها زمن معين. يعني دي حاجه انا لاحظتها ومش عارف ده ايه بالظبط. في مشاهد بتقطع قبل ما المشهد تقريبا يخلص، قبل ما نعرف ايه اللي حصل. ومشاهد تانية تلاقي الممثلين سكتوا وقعدوا مثلا مكانهم واحنا مكملين 5 ثواني 10 ثواني، وده زمن كبير في المشهد. مفيش اي حاجه. الناس في بقى ناس مثلا في الخلفيه، ممثلين ورا في الخلفيه بيعملوا اي حاجه، بيتحركوا بيجوا بيقعدوا بيعملوا اي حاجه. بس المشهد لسه مكمل. انا مش فاهم هو ده ايه بالظبط. هو انتوا المشاهد عندكم بوقت معين يعني ولا ايه؟ ده غير طبعا بقى في شويه عشوائيه كده بتحصل. انا مش فاهم يعني هل مفيش مشهد خد اكتر من تك؟ يعني في اوقات بتلاقي الممثلين بيقطعوا بعض، واوقات تانية في حاجه بتحصل، حاجه بتقع وممثل يلحقها ويتكيفوا عليها والمشهد يكمل. هو المشهد كله او المسلسل كله ما بيتصورش غير على مره واحده بس ولا ايه؟ مش فاهم ده ايه بصراحه. المسلسل باين ان هو مصروف عليه، ومصروف عليه كويس قوي كمان يعني لو شفنا منظر الديكور والاضاءه والملابس والتصوير، كل الكلام ده باين قوي ان هو حلو. بس هو مسلسل متزوق قوي من بره، ومن جوه الموضوع في شويه عشوائيه.
ما هوش حاجه ستريكت مفهوم احنا هنعمل ايه النهارده، هنصور ايه النهارده، القصه ماشيه فين. حتى النهايه بتاعت المسلسل نهايه مفتوحه ومش مفهومه. يعني في حاجات حصلت في احداث قبل كده، في حلقات قبل كده، انت ناقضتها في اخر حلقه، هي مش مفهومه قوي. هو كويس ان هي مفتوحه لجزء تاني، بس هل الجزء التاني هيبقى احسن من الاولاني ولا لا؟ وانا عن نفسي مش متحمس ان انا اشوف الجزء التاني بعد اللي شفته. طب بعد كل الكلام ده، هل المسلسل بقى وحش ما فيهوش حاجه حلوه يعني؟ بصراحه القصه بتاعته كانت حلوه جدا، وده اللي كان مخليني قاسي عليه قوي، لان انا كنت مستني حاجه على مستوى ليالي اوجوني او جراند اوتيل او افراح القبه، حاجه في نفس الليفل ده. بس ما ادتهانيش. تصميم الشخصيات وتصميم العالم بتاعنا يعني ممتاز بصراحة. يعني القصص بتاعتنا والتداخل ما بين الشخصيات وحاجات بنجيبها من ورا لقدام ومن قدام لورا، والتداخل ده كله كان ممتاز بصراحة. تصميم الشخصيات نفسه زي ما قلنا قبل كده ان هو ممتاز وكان كويس جدا. ويمكن اللي علقوا معايا بالذات شخصية دياستي وشخصية زينات، دول الاثنين كانوا مرسومين حلو جدا وجداد. وبالذات كمان شخصية زينات انا كانت عجباني قوي ان هي ما بتيجي تهزقه بتقولها وهي مبتسمة عادي جدا. دي كانت من ضمن الحاجات بصراحة اللي كانت مخففة عليا شوية احداث المسلسل. اجواء المسلسل كانت ممتعه، طبعا شطاره من المؤلف ومن المخرج. تمثيل ايه سماحه ومصطفى ابو السريع وتصميم شخصياتهم كان ممتاز. طبعا الديكور والتصوير والاضاءه والملابس كل ده كان ممتاز. بس ده برضو ما قدرش بالنسبه لي ينقذ المشاكل والعيوب اللي كانت في السيناريو. وتقييم المسلسل بالنسبه لي هو 6 من 10. لو شفت المسلسل قول لنا رايك في النهايه، وايه اكتر شخصيه عجبتك في المسلسل. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان لسه نكمل في المسلسل التاني. نتقابل بعدين. سلام.